أهلا بيكم. أنا رضوى رضوان. تحبوا تسمعوني وانتوا بتاكلوا وانتوا بتتمشوا وانتوا بتتمرنوا وانتوا بترتبوا الأوضة؟ المهم نقضي مع بعض شوية وقت حلو ونسمع مع بعض بودكاست آراء. كنت بتفرج على فيديو النهاردة، كان عبارة عن زي بنت بتسليبريت عيد ميلادها ال17 يعني، وسونج بقى وأغنية محطوطة وبتاع وكده. فيديو لذيذ يعني. ففي فكرة جت في دماغي كده اللي هو لو ابقى 17 تاني. أنا دلوقتي 20 سنة، مش كبيرة يعني، ما عنديش 90 سنة يعني، بس بس يعني كبرت عن ال17. بعد كده فكرت، طب ما هو انا بعمل نفس اللي انا كنت بعمل وانا 17 يعني. هو انا وانا 17 كنت بانجوي ال17 يعني؟ لا، انا كنت قاعدة متضايقة من حاجات ما عملتهاش، وحاجات نفسي اعملها ومش عارفة اعملها، وحاجات وحاجات مش عندي، وحاجات انا حاسة ان انا مش كفاية فيها، وقاعدة بفكر في 100,000 حاجة غير ان استمتع ان انا كان عندي 17 سنة. وكذلك دلوقتي ما فرقتش كتير، اكيد فرقت، ولكن برضو احيانا كتير بلاقي نفسي قاعده متضايقه ان انا مش بعمل الحاجه دي احسن حاجه، وان انا لسه ما وصلتش لده، وان انا لسه ما عملتش ده، وان انا هو انا كفايه ولا لا، هو انا اقدر اعمل ده ولا لا، هو انا وانا 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 لا 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 لا. وفجاه بلاقي نفسي اتحشرت في نفس الحته، ان انا مش مستمتعه بحياتي، ان انا على قد ما انا نفسي اوصل لحاجات كتير، من كتر ما انا متوتره قد ايه انا عايزه اوصل ما بعملش حاجه في الاخر. يمكن إحساس بإن أصل أنا مش كفاية، أصل أنا مش قادرة، أصل أنا ما عنديش potential كفاية، أصل أنا ما عنديش حظ كفاية، أيًا كان. ولكن أنا عمّالة أحط لنفسي عواقب وlimits ما لهاش لازمة، وناسية إني أعيش، وناسية إن أنا عندي 20 سنة، في تالتة جامعة، لسه قدامي الحياة طويلة إن شاء الله. وكذلك أنتم، لإن أنا متأكدة إن أنت لو بتتفرج عليَّ دلوقتي فأنت أكيد صغير. صغير ده مش معناه ان انت تكون في العشرينات ولا في التلاتينات ولا في الاربعينات. صغير ده معناه ان انت روحك صغيرة، مش لازم تبقى صغير في السن. ولكن بلاقي نفسي دايما برجع لحتة ان انا معصورة في خلاط من التوتر والتشتت والرعب على المستقبل. واللي انا بجد بقيت حاسة ان دي حقيقة، هو ان مفيش حد فينا غبي، مفيش حد فينا قليل، مفيش حد فينا مش كفاية، مفيش حد فينا ما عندوش حظ. احنا بس ما عندناش استمرارية، ما عندناش امل كفاية، ما عندناش ثقة في ربنا كفاية، ما عندناش قوة كفاية. لكن حظ او قدرة، كل الحاجات دي ما بتجيش غير لو انت سعيد. يعني لازم تبقى عندك قدرة وقوة وفهم ان انت عارف انك لازم تكمل عشان توصل لحاجة، وتبقى فاتح ابوابك، لان الحظ ممكن يجي في اي لحظة. والحظ ما بيجيش غير لما بتحط رجلك على الطريق. يعني معظم الحالات ما بتلاقيش الفرصة بتخبط على بابك، وأحيانا ده بيحصل، لكن مش ده القانون ولا ده القاعدة العامة. أحيانا كتير هتلاقي نفسك محتاج تسعى ومحتاج تحط رجلك ومحتاج تمشي ومحتاج تقع عشان تقوم. ومش معنى انك وقعت مرة او اتنين انك غبي، او انك ما بتفهمش، او انك الحاجة دي مش بتاعتك. ده بس معناه انك بني ادم، لان البني ادمين كلها بتقع، والبني ادمين كلها لما بتعمل حاجة في الاول بيكونوا مش احسن حاجة، والبني ادمين كلها محتاجين وقت عشان يفهموا الحاجة ويعرفوها ويتمكنوا منها ويمارسوها كتير، وده طبيعي. ولو اي حد حسسك بغباء لان انت مثلا عملت حاجة غلط، او ان انت جربت حاجة اول مرة وسبحان الله ما كنتش تحفة فيها، يبقى هو اللي غبي. سوري، بس هو اللي غبي. لان فكرة بس ان انا ما اسمحش لنفسي ان انا اغلط، لان انا مش عايزة اطلع شكلي غبي، او ان انا مش عايزة اطلع شكلي غلط، او انا مش عايزة اطلع شكلي ما عرفتش اعمل الحاجة، ده في حد ذاته غباء. وطالما انت بتكمل، وطالما انت بتقوم وبتعمل حاجة، يبقى انت صح. حتى لو بتغلط مرة واتنين وتلاتة، ده مش معناه انك فاشل او غبي او ما بتعرفش تعمل حاجة، ده معناه انك مختلف.
وزي ما في حاجة هتعملها وهتلاقي نفسك ناجح فيها من أول مرة، وحاجة تانية هتلاقي نفسك فيها عمّال تجرّب وتجرّب وتجرّب والموضوع صعب عليك، بس هتوصل في يوم من الأيام طالما أنت بتجرّب. زي بالضبط ما نفس الحاجة اللي أنت عملتها أول مرة وكانت كويسة جدًا معاك، حد تاني جه يعملها ما عرفش يعملها، والحاجة اللي أنت ما عرفتش تعملها أول مرة حد جه تاني عرف يعملها، وده عادي. عشان كده ما تتوترش على الحاجات اللي أنت عايزها، لإن ده من أكبر الأسباب إن إحنا بنحس إن إحنا مش مستمتعين بحياتنا، لإن إحنا دايمًا باصين على اللي قدّام، وإن إحنا دايمًا عايزين اللي قدّام، وده مش وِحِش لإن أنت عندك طموح، ولكن الطموح أحيانًا بيقتل، لإن أنا لو دايمًا باصص قدّام أنا عمري ما هاشوف النِّعَم اللي أنا فيها هنا. حاجة من الحاجات اللي لازم تبقى فاهمها ولازم تبقى مستوعبها كويس أوي، هو إنك لازم تبقى عندك شوية توكُّل على ربنا، بعيدًا عن الاستمرارية وعن القوة وعن كل الأسباب اللي إحنا بنسببها، بس لازم يبقى عندك شوية ثقة في ربنا، لإن ربنا هيعمل لك أحسن حاجة. لإن في نفس الوقت اللي أنا باقول فيه إن ما فيش فرصة بتيجي من ولا شيء، ربنا لو عايز كُن فيكون، فهي مش الدنيا دي مش ماشية بالحظ ولا ماشية كده أهو، هو أنت لمّا بتسعى ربنا بيدّيك وممكن يدّيك في حاجة تانية أصلًا أنت مش حاسب لها حساب وتلاقيها تحفة، وفتحت لك باب القدر زي ما بيقولوا، فخلّي شوية عندك أمل بالذات في حتّة ربنا، لإن هو ده الأساس. عايز تقتنع أو لأ، ولكن هو ده الأساس، الباقي كلّه أسباب إحنا بنسببها كبني آدمين عشان نساعد ده وعشان ربنا يدّينا أكتر، لإنه شايف إن إحنا بنسعى ولإنه شايف إن إحنا بنحمده على اللي هو مدّيه لنا، عشان كده عيش حياتك شوية، استمتع بالسِن اللي أنت فيه دلوقتي، لإن السِن ده مش هيتكرر تاني واللحظة اللي أنت بتمُر بيها دلوقتي مش هتكون تاني، ومش هتكون صغير كده تاني، ومش هتكون عندك صحة كده تاني. ربنا يدّيك طولة العمر والصحة، ولكن طبيعي هنكبر وطبيعي هنقِل في الصحة وطبيعي مستوانا الصحي بيقِل واحدة، واحدة وده شيء طبيعي، مهمًا ما حاولت تهتم بنَفْسك وبصحتك وبأكلك، أكيد ده بيساعد ولكن برضه هتلاقي نَفْسك بتضعف، لإن دي cycle الحياة، مش شيء بنهرب منّه، مش ما ي شيء ما ينفعش نهرب منّه، ما فيش بئر الشباب مش موجود، فاستمتع بيه دلوقتي، استمتع بروحك واستمتع بحياتك واستمتع بأهلك واستمتع بأكلك واستمتع بشُربك واستمتع بصحابك واستمتع بعقلك واستمتع بصحتك واستمتع بأفكارك، أهم حاجة إن أنت تعمل حاجة لنَفْسك، أهم حاجة إن أنت تعمل حاجة تبقى مهمة بالنسبة لك. الpodcast ده بالنسبة لي مش مجرّد مكان باتكلّم فيه، بس مكان باحس فيه إن أنا مرتاحة، مكان باحس فيه إن أنا باتكلّم معاكم من قلبي، باطلّع فيه اللي أنا نِفْسي حد يقوله، ويمكن سمعت ناس بتقول كلام شبهه، بس كلامي أنا بالنسبة لي مهم، ممكن يكون بالنسبة للناس التانية حلو، لذيذ، ولكن بالنسبة لي أنا مهم، عشان كده أنا مكمّلة الpodcast ده، أنا عارفة إن أنا كل مرّة باتكلّم عن الموضوع ده، بس still أنا لسه مقتنعة إن في يوم من الأيام هنكون مع بعض في حتّة حلوة أوي، ساعتها هافكّركم إن إحنا ابتدينا من هنا، وصلنا لبعيد، ساعتها مش هاكون أنا بس اللي وصلت، هتكونوا أنتم كمان اتطوّرتوا واتحسّنتوا ووصلتوا لحاجات كتير، أنا متأكدة إنّكم تقدروا توصلوا لها، لإن أنا متأكدة إنّك فتحت الفيديو ده لسبب معيّن، لإنّك عايز تبقى أحسن، وما دام أنت عايز تبقى أحسن يبقى أنت عارف إن في حاجة غلط بتحصل في حياتك، وما دام أنت عارف الغلط يبقى أنت تقدر تخلّيه صح، فأرجوك ما تفقدش الأمل في نَفْسك أبدًا، ولا أبدًا في يوم تفتكر إنّك غبي أو قليّل أو مش كامل، ما فيش حد فينا كامل أصلًا. بس أنا متأكدة إنك عندك كتير أوي تقدر تعمله للدنيا دي وللناس اللي حواليك وللناس كلها. هافكّركم تاني حبّوا نفسكم، حبّوا نفسكم أوي وقدّروها واحترموها زي ما تحبّوا حد يحترمكم وزي ما تحبّوا حد يحبكم. ثقوا في ربنا وخلّي عندكم أمل. بس كده.
ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى اشوفكم الحلقة الجاية في الاسبوع الجاي، و باي باي.